السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين دايما وبخير يا رب. النهارده هكلمكم عن حاجة جديدة وحاجة مهمة جدا 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 الفترة ديت، فترة الشتاء، وتعتبر في كل فترات السنة، ألا هو فيتامين ألف د 3 اهي. لو عندك حمام بيبيض بيضة واحدة أو بيضة برشت، ده علاجه. ده محفز للتكاثر والتناسل، بيحسن من نسبة الخصوبة، بيزود الزغاليل بالحيوية، بيقلل من الإجهاد، بيعمل على نمو وتطوير الهيكل العظمي والهيكل العضلي للزغاليل، بيعمل كمان على الوقاية من مرض السالمونيلا أو الكوكسيديا يا رجال. ده معوض جيد لنقص المعادن في جسم الطائر. تمام. لابد ان انت تستخدمه لو انت عندك طير مصاب. بعد فترة الإصابة لازم تستخدم الألف د 3 اهي. ده بيسرع في تمثيل العمليات الغذائية للحمام. تمام. اهو يا رجالة، ده الألف د 3 اهي. العبوة ديت أنا كنت جايبها من فترة كبيرة، يعني تقريبا بقالها 6 شهور عندي، ولسه يعني زي ما انتوا شايفين نصها بس اللي خلص. ديت كانت عبوة عاملة 10 جنيه. تمام. دي بتجيبها من أي عيادة بيطرية أو من أي حد بيبيع الحاجات المختصة بالأدوية البيطرية، أو من العيادات البيطرية عامة يعني. تمام. دي كنت جايبها ب10 جنيه. تمام. الاستخدام، لا يفضل الاستخدام خالص انت تحط في الفم مباشر للفرد الحمام. ديت لو العبوة ديت عشان هي من مصر ممكن سنتي ونص او 2 سنتي على لتر مية. دي لو عبوة من ايطاليا اللي هي العبوة المركزة بتحط سنتي واحد بس على المية. فانا بستخدم ديت، بحط بصراحة سنتي او سنتي وحاجة بسيطة، يعني مش بزود، لان الزيادة بتاعتها غلط، ممكن تؤدي للإسهالات. تمام. لان انت بتقلبها من فايدة لضرر. فديت لازم تسأل العيادة البيطرية او المكان اللي انت جايبها منها استخدم قد ايه على لتر مية، لان في سنتي على اللتر وفي 2 سنتي على اللتر. فانا لما سألته قال لي سنتي. انا بحط مثلا سنتي وحاجة بسيطة. تعالوا اوريكم بستخدمها ازاي. دوت تقريبا لتر مية معايا، مية نضيفة كانت فاضل فيها فيتاماونت من امبارح، فانا هحط عليها كمان سنتي. زي ما انتوا شايفين يا شباب، حاجة بسيطة خالص اهي. هي حاجة في المتناول وفائدتها كبيرة جدا جدا. تعال نمسك بال الحمام. وزي ما انتوا شايفين لازم انا بحط هنا في الفخار برضو. بس حاجة سهلة جدا وفوائدها عظيمة جدا. لو انت في موسم فرخ وعايز تقوي الزغاليل عندك في الهيكل العظمي والعضلي، لازم تستخدم ألف د 3 اهي. لو انت بتلوي حمام وفي فترة التزاوج لازم تدي ألف 3 اهي. ده مفيد جدا 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 في كل فترات اللقا والفرخ وكل حاجة والحمام. حتى اللي انت لو انت بتنشي حمام وعايز طير قوي لازم تدي الفيتامين ألف د 3 اهي. مهم جدا جدا للطيور عامة، مش مش بس الحمام. لو انت عندك طيور عامة تستخدم الفيتامين ده كويس جدا جدا جدا. تعالوا نفتح الحمام. الجو شكله هيقلب، خلينا نأكل الحمام جوه أفضل زي امبارح كده. زي ما انتوا شايفين يا رجالة، حطيت الحمام الأكل اهوت، حطيت لهم المية. تمام. ما رضيتش اطلع الحمام النهارده لان انا مقلق بصراحة من الجو، لان في اماكن جنبي ناس بتقول ان في شتا عندهم. تمام. الألف د 3 اهي يا رجالة، ده منشط جنسي قوي جدا جدا للحمام. انا لسه ملاقي حمام قريب وبحط لهم الفترة دي ألف د 3 اهي، وفيتامينات تانية قلت لكم عليها. تمام. فده منشط جنسي قوي جدا، وان شاء الله لما يبقى عندي فرخ زغاليل قريب ان شاء الله
هثبت لكم ان هو منشط عام للعضلات والعظم بتاع الغليل. انا مش بحب اكل الحمام مرة واحدة في اليوم، بحب اكله مرتين. تمام، فمش بحط له كل الاكل بتاعه الصبح. تمام، لأغراض كتير، مثلا الحمام لو طلع حبيت انزله، لو الجو في شتا بتتحكم بيه في الكلفة يعني، اهو زي ما انتوا شايفين. ولما وصلنا هنا يا شباب، ده كده نهاية الفيديو معانا ان شاء الله، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله كل يوم عن معلومات جديدة عن الحمام. والسلام عليكم ورحمة الله.